اخبارنا النهارده وقبل اول خبر عندي من النادي الاهلي داخل في مفاوضات مع خالد قمر او بيفكر في خالد قمر مهاجم نادي اتحاد الشرطه. انتوا عارفين بقى يعني خدوا مننا شويه اخبار كده الفتره اللي جايه بخصوص انتقالات اللاعبين. مش شرط ان انا بقول ان النادي الاهلي بيفاوض او بيفكر في خالد قمر يبقى هيشتريه او خلاص الصفقه خلصت، عشان برضو الناس بتاخد ساعات الكلام ان الموضوع انتهى. لا، يعني في اكتر من لعيب مطروح. اكيد كل جهاز فني سواء اهلي زمالك اي نادي في مصر او خارج مصر فتره انتقالات يناير بيشوف احتياجاته. النادي الاهلي محتاج مهاجم خصوصا بعد موضوع احمد عبد الظاهر، فقدامه مثلا قايمه كابتن محمد يوسف، قدامه قايمه كده 1 2 3 4، يعني مثلا حاطط ايمن حفني مكان محمد ابو تريكه لو محمد ابو تريكه هيعتزل في شهر يناير او بعد بطوله كاس العالم للانديه. فكل مدرب بيحط البدائل حسب الاحتياجات اللي هو عايزها او حسب المراكز اللي هو عايزها. فالنادي الاهلي عايز مهاجم، حاطط اكتر من بديل منهم. يعني اسلام صادق النهارده جايب لي خبر بالنسبه لخالد قمر وبيقول ان فريق اتحاد الشرطه او نادي اتحاد الشرطه طالب 3 مليون جنيه في لترك خالد قمر، وفي نفس الوقت الاسماعيلي برضو عايز خالد قمر او بيفكر في خالد قمر. ان بعد رحيل احمد علي المهاجمين في النادي الاسماعيلي قليلين شويه، يعني ما فيش دلوقتي غير جون انطوي المهاجم الافريقي في النادي الاسماعيلي، معاه 2 صغيرين اللي هو محمود اسمه ايه لالا اللي هو المهاجم الصغير الناشئ اللي كابتن شوقي غريب يعني بينزله في فترات في الماتشات، وفي عصام علي اللي هو كان مهاجم نادي كهرباء اسماعيليه وانضم للنادي الاسماعيلي. فالاسماعيلي والاهلي بيفكروا في خالد قمر مهاجم نادي اتحاد الشرطه، وعلى فكره مهاجم قوي ومهاجم مميز.